السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هوريكم خامة من خامات قماش التنجيد. الخامة اللي معانا النهارده خامة كتان. دي شكلها من قريب. بصوا المسام بتاعها، يعني مسام ضيق، الفتل نفسها متداخلة في بعضها، النسيج ضيق مش واسع اللي هي مثلا تتنتش او تنسل او تفتل وتشعر كده. يعني زي ما انتم شايفين الخيوط بتاعتها متداخله جدا، ضيقه جدا. ده المسام بتاع القماش. تمام. القماشه لونها هافان، وداخل فيها فتله تانية اغمق من الهافان، يعني مديه شكل احلى. طبعا في الحقيقه شكلها احلى من كده ولونها احلى من كده. يعني قدام عيني القماشه وقدام عيني الكاميرا وانا بصور، القماشه في الحقيقه احلى من كده ولونها كمان اجمل. هي في الحقيقه اغمق من الدرجه اللي فاتحه، الدرجه اللي طالعه في الكاميرا. القماشه دي بقى ليها بطانه من ورا. طبعا الكتانات والخامات اللي نازله الايام دي معظمها ليها بطانه من ورا. يعني احنا بنحاول ندور على الاقمشه بتاعت زمان اللي هي من غير بطانه، اللي هي نسيج في نسيج. يعني دلوقتي بقى ايه، بقت قليل قوي لما نعرف نوصل لها. تمام. ده بالنسبه للخامه دي. طبعا الخامه دي حلوه قوي. كنا اشتغلنا بخامه شبه ديت بالظبط، نفس الشكل ونفس اللون نفس المسام، بس كانت من غير بطانه. كنا مصورينها في فيديوهات كتيره وكنا شغالين بيها كذا طقم، يعني طلع عندنا بنفس الخامه اللي هي شبيهه لدي. تمام. فدي زيها بالظبط، بس طبعا مع وجود البطانه والمسام الضيق اللي قلنا عليه. يعني حاجه ما شاء الله عليها. لونها حلو قوي، وفي منها درجات الالوان. في بقى كل البيجات، في الازرقات، في الرصاصي، في بس الزيتي والنبيتي والحاجات ديت. يعني ايه، الدرجات فيها تعتبر يعني مش احلى حاجه. اجمل حاجه في الخامه ديت البيجات والازرقات بدرجاتها، والرصاصي والهافان ده كمان جميل قوي. تمام. زائد ان سعرها برضو جميل مقارنه بالاسعار الدايره في الاسواق اليومين دولت، والحاجات الفظيعه اللي بنسمع عنها. برضو سعرها مناسب جدا. فده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناه. ما تنسوش تروحوا على قناه فنون التنجيد بتاعت زوجي، فيها فيديوهات جميله كمان وشرح عملي على التنجيد. لو في اي تعليق عندكم اكتبوه تحت في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.